علاء أحمد غانم. عمرك؟ 33 سنة. ما هي العمليات اللي نفذتها؟ سيدي قنص عدد من المواطنين في مناطق معينة يعني متفرقة من بغداد. شغلك اغتيالات؟ شغلي اغتيالات، نعم، أو يسموه الشغل الأمني. أشتغل ضمن مفرزة، سيارة مكونة من شخصين، أنا وشخص وياي ثاني. نطلع يعني نختار أهداف بعض الأحيان، بعض الأحيان لا أهداف عشوائية بالمناطق ذات الغالبية الشيعية يعني. العمليات اللي تقوم بها عمليات مختلفة عن أقرانك اللي يشتغلون؟ اي نعم، احنا الطريقة مالتنا عمليات قتل وموت نعم، احنا طريقتنا تختلف، مو مسدسات او كذا. الطريق سالك، ولا شيء غريبا يذكر في هذا المشهد للوهلة الأولى، فهنا أناس جالسون وهناك مرة، لكن الحادثة تقع. هذا المشهد تكرر في أكثر من 100 مكان بحسب الإرهابي علاء، الذي استهدف فئة شباب في معظم عملياته بمناطق حي العامل والبياع والسيدية وبغداد الجديدة، فضلا عن مدينة الصدر والمشتل والعبيدي والبلديات. تقريبا نفذت فيها؟ بحدود 100 عملية. حدود 100 عملية. 100 عملية؟ اي نعم. زين، هاي العمليات هل هي عقيدة عن قضية يعني منطلقة يعني منطلقات مادية؟ أنا بالنسبة لي شخصيا يعني اندمجت بها 3 أمور. أول شيء يعني دافع انتقامي، ثاني شيء أشبه بأن يكون دافع عقائدي، وثالث شيء الدافع المادي. استمدوا فكرة جديدة لقتل المواطنين من أفلام الإثارة بالاعتماد على معلومات فنية شخصية. آلية قتل المواطنين كالآتي: توضع بندقية كلاشينكوف مزودة بكاتم للصوت مطلع السيارة، عليها ناظور ليزري مثبتة من الأمام عن طريق فوهة صغيرة بجانب لوحة الأرقام الأمامية للعجلة بعيدة عن أعين المواطنين والأجهزة الأمنية. يرتبط السلاح بدائرة كهربائية مع كاميرا وجهاز عرض أمام السائق، عبر كبس زر أعيد تحويره تعمل بموجبها الدائرة الكهربائية وترسل إشارات للناظور الليزري والكاميرا للعمل وإعطاء صورة واضحة تعرض على الشاشة المثبتة داخل السيارة بطريقة ميكانيكية كهربائية موصلة بمنبه السيارة. وبعد تحديد الهدف يتم الضغط على منبه السيارة الهورن، فتنطلق الرصاصة لتصيب هدفها. عندنا بندقية كلاشينكوف محورة مجهزة بكاتم صوت واضعيها بداخل السيارة، وتعمل بآلية ميكانيكية كهربائية يعني ضمن فد إطار محدد، يعني ضمن اختصاصي لأن أنا كهربائي وعندي أمور ميكانيكية فسويتها بالسيارة. وتطلع من مقدمة السيارة ورابط ضغطة الزناد على الهورن السيارة، فمن أضغط أنا أحدد الهدف أمامي. شلون تحدد الهدف؟ يعني احنا من خلال مرورنا بالمناطق ذات الغالبيه الشيعيه، يعني كان التوجيه انه يعني استهداف عشوائي، وبالذات يعني فئه الشباب من الناس. هدفك شلون تحدده اثناء تنفيذ العمليه؟ احنا اثناء مرورنا بداخل المنطقه بشارع تجاري، بشارع يعني مكتظ بالسكان، يعني ما ندخل بمناطق فرعيه لأنه كثرة الناس والمارة بها، فنشوف أي شخص ضمن الهدف مالنا. أنت متجامل وعندك كاميرا تحدد الهدف؟ لا، عندي كاميرا مربوطة، كاميرا من خلال تنقل لنا صورة عن طريق الناظور للخارج، يعني الشارع، فتنقل لنا بالشاشة داخل السيارة. تصير ضمن إطار هدفك؟ وتصير ضمن إطار هدفي، يعني نطلق النار عليه من خلال الضغط على هورن السيارة. تقدر تتحكم بالسرطانه مالت البندقيه؟ لا، شيء قليل، مو يعني هي احنا مخليها بالذات يعني على الجهه اليمنى من السياره، لان غالبيه الناس تستهدفهم من الجهه اليمنى للشارع.